يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الصينيه القمر دي. حلوه جدا واقتصاديه وموفره وتنفع لاكلات اخر الشهر، وكمان قيمتها الغذائيه عاليه جدا. هي العجه على الطريقه الاصليه بتاعتها، على طريقه امهاتنا زمان. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه معايا طاسه على النار وهنزل عليها بمعلقتين من الزيت. معايا 4 بصلات كبار مقطعاهم مكعبات هنزل بيهم. وطبعا العجة بتحب البصل، يعني لو زودت بصل مفيش مشكلة، هيديها طعم حلو جدا. البصل يا دوبك هنزل بيه وهشوحه يا دوبك يدبل معايا، مش هصفره ولا اديله لون خالص. انا عايزة الخضار كله يبقى يا دوبك متشوح معايا. هقلب البصل لغاية ما يدبل معايا. بصوا هنا البصل كان دبل معايا. هجيب حبيتين من الطماطم قطعتهم مكعبات وعينت منهم البذر هنزل بيهم. والخطوه دي اختياريه، عايزه تعمليها اعمليها، مش عايزه براحتك، بس دي بتدي طراوه للعجه. ومعايا قرنين فلفل حامي، هو سبايسي، هيخلي العجه سبايسي وجميله. نبدا نقلب كل الخضروات كده مع بعض لغايه ما يتبلوا برضو معايا. وبعد ما يتبلوا هنسيبهم لغايه ما يبردوا ونشوف الخطوه اللي بعديها. هما هنا دبلوا، هطفي عليهم واسيبهم ان هما يبردوا. معايا 5 بيضات هفضيهم في بولة، وهبدأ اضرب البيض لغاية ما يتضرب معايا تماما. العجة دي من الاكلات الجميلة الموفرة والاقتصادية واللذيذة والطعمة كده. بعد ما ضربت البيض هنا هبدأ انزل عليه بنص كوباية من الحليب، وهنزل عليه بالبهار، معلقة كمون صغيرة، معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، معلقة بهار مشكل. البهارات دي بقى هي اللي بتحلي العجة. هنقلبها كده لغاية ما كل المكونات تختلط مع بعضيها. هما هنا اختلطوا تماما. هبدأ بقى انزل عليها بالبقدونس. معايا حزمة بقدونس مقطعاها، هقلبها برضو مع الخليط. وهنزل عليها بالدقيق. المفروض لكل بضاية معلقة دقيق كبيرة، بس انا هنزل بالاول حاجة ب3 معالق من الدقيق واشوف سمكها. انا عايزة لا سمكها لا تقيل ولا خفيف. تقيل هتنشف مننا، وخفيف هتبقى طرية قوي، فاحنا عايزين الوسط. خلطته هنا لقيت الخليط كان خفيف، نزلت عليهم بمعلقة دقيق تانية طبعا، وانا ملحت الخليط تماما. ونزلت عليهم بمعلقة كربوناتو كبيرة صغيرة. الكربوناتو بيتحط بدل البيكنج باودر. ليه هي مش البيكنج باودر؟ عشان يخلي الخضار لونه كله وردي زي ما هو، لونه ما يغمقش ولا يتغير معانا. بعد كده جبت الخليط، البصل والطماطم والفلفل، نزلت بيهم على الخليط بتاع البيض. هبدأ اقلبهم كويس لغاية كله ما يتجانس مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. بصوا شكلها بيشي وهي نية كمان، حاجة كده من الاخر. لو هتحطيها في صينيه بايركس عادي هتدهنيها زيت وتحطي فيها، هي كده كده مش هتلزق. لو هتعمليها زي كده في الصينيه الالومنيا لازم تحطي فيها معلقتين من الزيت وتسخنيهم جدا على النار، كويس جدا على النار لغايه ما يتقطعوا معانا كده. وبعدين ننزل عليها بالخليط عشان ما تلزقش فيها. انا نزلت هنا الخليط زي ما انتم شايفين. بصوا الزيت سخن قوي ازاي، مقدوح معايا زي ما انتم شايفينه كده. هبدأ بقى اهز الصينية كويس عشان الخليط يتفرد في الصينية كويس. هدخلها على فرن درجة حرارة 180. هتقعد من نص ساعة لنص ساعة و5 دقايق على حسب فرنك برضو. وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، القمر. حاجة كده من الاخر زي ما انتوا شايفينها كده، لونها وردي جدا. طبعا هنبدأ نقطعها مع بعض، تسيبيها شوية تبرد وبعدين تقطعيها. نسيت اقولك على المعلومة بتاعة الفرن، انها هتدخل تتحمر من تحت وبعدين تولعي عليها الشواية، او لو اتحمرت من فوق ومن تحت مع بعض مفيش مشاكل. احنا قطعناها هنا بقى. هبدأ اطلعها معاكم واوريكم الخرطة طرية وجميلة، مش ناشفة ولا سايبة، حاجة كده من الاخر. عايزة اقول لكم ان ريحتها فظيعة جدا، جميلة جميلة جميلة. ومن الوجبات الاقتصادية الجميلة بصراحة اللي انت ممكن تعمليها، ومكوناتها موجودة عندك في البيت، يعني حاجة كده من الاخر. اوريكم بقى القطعة بعد ما اتقطعت. بصوا شكلها عامل ازاي.
صراحه بتشهي. عايزه اقول لكم ان انا اكلت القطعه كلها وهي سخنه وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش